محدش في السوشيال ميديا او الفيديوهات قال لك على الكلام ده، كله بيقول لك انا 100 راجل وانا عنتر في امريكا. لكن محدش قال لك لو انت معاك صنعه في امريكا، ميكانيكي، سباك، كهربائي، اي تي، صنعه، مش ان انت اخرك تشتغل عند حد. تيجي امريكا، تخش بابها، تشتغل عند حد، تفهم اللغه. انا ما بقولكش تبقى اكسبرت في الانجليش، سيبك من الناس اللي بيقول لك ده بيفهم انجليزي وده بيعرف يتكلم انجليزي، اصل البي والبس والايه، سيبك من الناس دي كلها. انا عايزك تفهم اللغه بتاعت شغلتك. يعني انا اي تي، انا بتكلم مع الامريكان في الاي تي، هو شايفني امريكاني. انا هاي وباي، انا مش شغلاني، انا مش لسه هعمل نتورك دلوقتي، انا لسه جاي. فانا عايز اتفرج على اليوتيوب في الشغله بتاعتي واتعلم كورساتها، مش اخش امتحان، اتعلم كورساتها من اليوتيوب من الاجانب. يبقى اعرف الاكسنت، اعرف الفوكابلري، اعرف كل حاجه بتتكلم عن الشغله بتاعتي، اذا كنت بقى كهربائي، سباك، اي تي، والكلام ده كله. وتروح تعمل انترفيو وتترفض مره واثنين وثلاثه، المهم تشتغل في الصنعه بتاعتك في شغلتك، عشان في الاخر هو ده بعد سنه وسنتين هتفتح سايد هاسل. سايد هاسل ده البيزنس الوحيد في العالم اللي بدون راس مال. تخيل ان انت سباك، واحد اتصل بيك بالصدفه عايز يعمل حاجات، طب البضاعه هتجيبها منين؟ والعده هتجيبها منين؟ من الوول مارت. روح هاتها من امازون. انت الحاجه الوحيده اللي هتعمل انفستمنت فيها التولز، العده بتاعتك. تمام؟ اذا كنت اي تي ولا سباك ولا الكلام ده كله. ما تجيش تقول لي راح افتح اي كوميرس ستور واكسب نص دولار ودولار في القطعه وانت معاك صنعه. صنعه في امريكا دي بيضه ذهب، ان انت معاك صنعه. افتح سايد هاسل، حط نفسك على جوجل. لو انت مش فاهم يعني ايه، عندي بلو برنت على الويب سايت عندي بتقول لك ستيب باي ستيب تعمل ازاي جوجل بزنس بروفايل، وتخش على جوجل وتبقى في السيرش رانكينج. خلي 3 4 من صحابك يعملوا لك ريفيوهات. هتلاقي نفسك الناس لما تعمل سيرش على كهربائي ولا سباك ولا هتلاقي نفسك طلعت، مع انك ده من الابارتمنت بتاعك. انا ما بقولكش حتى يبقى عندك بيت ولا اوفيس ولا تعمل مصاريف، من الابارتمنت بتاعك. اول ما تطلع ويطلب منك اوردر، انت هتعرف الشغل اللي انت بتشتغله اليوم كله مع الشركه كهربائي اللي بيدي لك فيها 200 300 دولار اخر اليوم، ولا بيدي لك فيها 500 دولار اخر اليوم، انت دخلتك نص ساعه مش 8 ساعات، نص ساعه ب 600 700 دولار. بس تفكر صح وتمشي على استراكشر صح، وما تسيبش الشغل بتاعك. لا، سايد هاسل، خلي الشغل ده بتاعك، انت بتعمل نفس اللي بتعمله في شغلك بس لنفسك. فلو عندك صنعه ما تفكرش في اي بزنس تاني، اشتغل في صنعتك، اشتغل في الحاجه اللي بتحبها عشان تتطور فيها، وطول ما انت بتحبها تتطور فيها اكتر. وافضل خد كورسات فيها، وما تاخدش امتحانات للكورسات. امريكا مش محتاجه واحد معاه شهاده، امريكا عايزه سكيلز. انت جاي لي عشان انا لما يجي لي اوردر ب 10000 دولار انت تخش تحله وتاخد 1000 دولار وتسيب لي الشركه 9000 دولار.